السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نبيل. دي قناتي. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو ان شاء الله لو عجبكم. احنا معانا وصفة مهلبية لذيذة جدا، حاجة يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، هيحبها الكبار والصغيرين. حاجة لطيفة جدا وخفيفة وسهلة، ومفيش يعني مكونات كتير. اي حاجة مثلا مش متوفرة عندكم ليها بديل طبعا. مكسات المهلبية دي هنشوف بقى طريقتها مع بعض خطوة خطوة. هتعجبكم جدا، يعني صراحة لذيذة وكريمية، هكذا شبه الايس كريم، يعني لطيفة جدا يعني، وبيحبوها الاطفال جدا يعني. ان شاء الله نشوف الوصفة بقى مع بعض. معانا 2 كيلو من الحليب من اللبان، لبن جاموسي. معانا الاوريو، معانا الجيلي بتاعنا. هنحط هنا 6 معالق كبار من النشا، كل كيلو عليه 3 معالق كبار نشا. هنا كان عندي شوكولات ابيض، كان 50 جرام، يعني دي الخطوة دي ممكن نستغنى عنها عادي، مفيش مشكلة خالص. لو عندنا حليب بودرة ممكن نحط معلقتين كبار حليب بودر. هنا عندي حطينا السكر طبعا حسب الرغبة، انا بحط 3 معالق على كل كيلو. لان الكريم شانتيه كان حوالي 4 معالق كبار على ال2 كيلو، يعني ان الباكو التاني ما كانش مليان يعني. اللي انا كملت بيه طبعا لازم نقلب كويس جدا. ضروري يعني ان التقليب يبقى كويس جدا، عشان كل ده انا بحطه على البارد. اللبن بارد وبنزل عليه كل المكونات بتاعتي كده. طبعا سيبناه على جنب وهنحضر المهلبية الشوكولات. عندي 100 جرام من الشوكولاتة الخام الغامقة. وهنا حطينا 3 معالق نشا على الكيلو، وده كيلو حليب. حطينا 3 معالق سكر. هنحط كاكاو خام 3 معالق برضو كبار. كاكاو خام دريم تحفة جدا صراحة، حلو يعني قوي. والشوكولاتة برضو، شوكولاتة المطبخ الخام لطيفة جدا يعني. هي متوفرة في السوق الصراحة، وسهل بلاقيها في السوبر ماركت، فانصحكم يعني تتعاملوا بيها يعني صراحة، خامتها حلوة جدا. برضو بنقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا، هنسيبها دلوقتي على جنب. وهنشوف هنعمل الجيلي سهل جدا، وطريقته مكتوبة على العلبة بتاعته يعني. فبندوب الاول الجيلي في مية سخنة مغلية، ده لازم وضروري. عايزين نحط سكر او مش عايزين حسب الرغبة طبعا. وبعد لما يدوب خالص بنزود بقى مية باردة من التلاجة ساقعة. طبعا هنسيب الجيلي على جنب عشان ياخد راحته خالص في ان هو يبرد تماما قبل ما احطه على المهلبية. هنا رفعت المهلبية البيضة على النار. لازم افضل اقلب باستمرار، ما نرفعش ايدينا من الحلة خالص، علشان طبعا النشا ما يتركزش تحت ويعمل لي طبقة تلزق يعني تحت، مش لطيفة يعني. بنفضل نقلب لغاية ما القوام يبدأ يتقل وتغلي معانا وتبقى تمام. قوامها حلو كده، يعني القوام اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده ما تقولوش ان هو خفيف، لا هو حلو، ما تكتروش نشا. النشا لما بيكتر بتبقى الحاجة مش ظريفة قوي يعني، مش احسن حاجة. انتوا شفتوا في اول الفيديو القوام بتاع المهلبية كريمي خالص وظريف جدا، فما نكترش نشا ارجوكم. هنا خلاص المهلبية بتاعتي كانت بدأت تتقل. حطينا الفانيليا، هتاخد يعني الغلوة الأخيرة بتاعتها ونبدأ بقى نحطها نقدمها في الكاسات بتاعتنا والاطباق. طبعا احنا بنحط هنا الفانيليا المهلبية السادة، يعني طبعا عندنا جزء كده ما بيحبش المهلبية الميكس، بيحبها سادة، فبنعمل له الجزء سادة. كل واحد ليه رغبة معينة، بنشوف رغبات الجميع هنا عندي الاوريو كنت مكسراه، بحط بقى عليه المهلبية واسيبه. فاحنا بنعمل كام كاس كده وكام كاس كده عشان نراضي كل الاذواق. المهلبية البيضة بالاوريو دي لوحدها يعني
بتبقى خطيرة يعني. لو انا مش عايزة امكس بقى مهلبية شوكولاتة، صراحة دي بتبقى ظريفة جدا جدا ولطيفة. انا عايزة اقولكم ان المهلبية بتقعدش عندي في التلاجة يعني، ما شاء الله. انا بعملها وهي بتخلص يعني، بتخلص على طول جدا. هنا بقى هنعمل المهلبية اللي همكسها مع المهلبية الشوكولاتة. يعني عملنا طبقة المهلبية البيضة، وهنسيبها لازم تبرد شوية كده وتشد اول ما نجهز المهلبية الشوكولات. هنا بقى هنعمل المهلبية اللي هي هتبقى سادة، عشان نحط بعديها عليها الجيلي. يعني بنعمل نص كاس كده مهلبية سادة، ونحط الجيلي عليها. هنا بقى جهزنا برضو المهلبية نفس اللي عملناه بالمهلبية الفانيليا. هنا كان بقى خلاص يعني، هنا كان طبقة الفانيليا البيضة كانت شدت يعني، خلاص ارتاحت وبردت شوية، فبالتالي تماسكت. فلما باجي بحط بقى المهلبية شوكولاتة ما بيندمجوش مع بعض بقى، بتلاقي في فاصل يعني، كل طبقة فاصلة عن التانية. طبعا احنا بنسيبهم برا التلاجة لغاية ما يبردوا، وبعد كده بندخلهم التلاجة. يفضل ان احنا نغطي الوش الاطباق بتاعتنا، يبقى افضل يعني عشان ما تنشفش او كده. طبعا بعمل مهلبية الشوكولات يعني سادة كده، لان بتبقى عاملة زي الدايت البودنج، بس دي بتبقى اظرف طبعا، لان مفيش مواد حافظة فيها، مفيش اي مثبتات مش طبيعية. هنا بقى اللقطة دي متغلطوش غلطتي، انا نزلت بالجيلي يعني بدفعة واحدة كده، فالمفروض انزل هنا بقى زي هنا كده بالراحة يعني، نبدأ نحط بالراحة عشان ما نبوظش طبقة المهلبية. عايزة اقولكم كمان ان انتوا ممكن تعملوا بدل الجيلي مهلبية قمر الدين. يعني نعمل مهلبية الفانيليا ونحط عليها طبقة مهلبية قمر الدين، بتبقى حاجة تانية الصراحة يعني. اللي بيحب فعلا القمر الدين هتعجبه قوي. يعني احنا بنلعب كده في الميكسات بتاعتنا، يعني لو عايزين نغير كده بتبقى طعمها حلو، اختلاف حاجة حلوة بناكلها يعني. صراحة الطريقة دي بتعجب يعني، بتعجبهم جدا يعني. صراحة مفيش حد دق الميكسات دي غير وعجبته قوي. احنا كده خلاص جهزنا كل الكمية، ما شاء الله. شوفوا 3 كيلو حليب عملوا معانا كمية الرهيبة اللي انتوا شايفينها دي. ده طبعا بعد ما حطيناهم في التلاجة وتماسكوا. طبعا كان بقى عندي جيلي، فكان عندي موز بقى، فعملت جيلي بالفاكهة. هتشوف القوام كريم. انا بقول لكم بقى كده على النقطة دي، ما نزودش نشا يا جماعة، النشا هنا مظبوط جدا. بصوا هي متماسكة وكريمي يعني، مش يعني مش قافش قوي يعني. النشا لما بيزيد صراحة ما بيعجبنيش خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم.